وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة، روتين كله أمل وتفاؤل وحسن ظن في الله إن اللي جاي أحلى بإذن الله. ربنا يحلي أيامكم ويملى بيوتكم بالخير والبركة. كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله عيد الأضحى قرب. ربنا يا رب يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، ويحقق كل أحلامكم وأمانيكم، وكل اللي نفسه في حاجة يا رب وبيسعى عشانها ربنا ينولها له، وربنا يستركم ويبعد عنكم ولاد الحرام، ويملى بيوتكم بالخير، ويجعل عيالكم برين بيكم وأزواجكم يتقوا الله فيكم ويهديهم يا رب. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف هنعمل ايه. انا لما بدعي لكم قسما بالله جسمي بيقشعر. انا بجد بحبكم، والله العظيم بحبكم. كل اللي بيحبوني وكل اللي بيتابعوني وكل اللي بيدعوا لي دعوة من قلبهم، انتم محسسيني انا عايشه. انا عايشه، انا بحبكم في الله والله العظيم. والله والله انا لا بستنى مقابل فلوس ولا بستنى اي حاجه، غير بستنى منكم دعوه حلوه وكومنت حلو بتدعوا لي فيه. ربنا يخليكم ليا ولا يحرمني منكم ابدا ويراضيكم زي ما بتراضوني وبتكبروا بخاطري. ربنا يكبر خاطركم. المهم النهارده كده اول حاجه عملت فنجان قهوه. كنت قايمه كده مش عارفه، ما بشربش القهوه كل يوم دلوقتي ولا النسكافيه، عشان عايزه ايه اخف ادمانهم شويه. يعني كل شويه فين وفين. المهم يا جماعه هنعمل النهارده صينيه كيكه، والمفروض ان يوسف ابني اللي بيصورني، والمفروض كنت هنزل فيديو بصوتي بس بوظ لي الفيديو كله. جبت 3 كوبايات من الدقيق، شلت معلقتين منهم وحطيت معلقتين من النشا، وخدنا بوج ايه، بوج قهوه. تمام. حطينا على الدقيق والنشا رشه من الملح. 3 كوبايات من الدقيق بتشيلي منهم معلقتين وتحطي معلقتين نشا وتحطي رشه ملح. هنجيب الطبق بقى، وشايفين تصوير يوسف الواد رايح جاي عامل لي فيها مخرج تلفزيون. بقول له يا ابني بوظت لي، خليكي تقف كده. هو اللي عمال يخلينا نضحك زي العبيطه كده. ما بنتجمعش انا ويوسف في حته، ولا نتخانق يا نقعد نضحك زي العبط. هم حطينا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عليهم كوبايه وربع من السكر، ممكن كوبايه ممكن كوبايه الا ربع على حسب انت بتحبي حلاوه السكر ايه. وهنحط كمان فانيليا برتقان. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحتها فظيعه والله، والله العظيم ريحتها فظيعه. وهنحط معلقه كبيره من الخل، ده كله بيشيل زفاره البيض. تمام تمام. ممكن تحطي بقى، ممكن تعمليه بقى بالكاكاو، شيلي كمان معلقتين من الدقيق وحطي مكانهم معلقتين من الكاكاو. اتفقنا يا حلوين؟ ممكن تحطي لو هتعمليها بالكاكاو رشه نسكافيه، رشه من القرفه زي ما انت عايزه، بس احنا النهارده هنعملها بطعم البرتقال اللي هي فانيليا البرتقال. خدت كوبايه الا ربع كده من الزيت، وهنحط عليها معلقه كبيره من السمنه. وعايزه اقول لك الكيكه دي تحفه، ان شاء الله هبقى اعملها لكم في فيديو لوحده، وهعمل لكم على وصفات رشه باذن الله للي عايز يقوم يعملها. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا. طبعا اللي ما يعرفش وصفات رشروشه، اكتبي وصفات رشروشه هتلاقوني بشحم ولحمي، وروحي اشتركي في القناه هناك، لان احنا بننزل هناك وصفات ما بنعملهاش على القناه دي. احيانا بتبقى في حاجات معموله هنا باخدها هناك، واحيانا حاجات جديده خالص، وصفات جديده وسريعه. تمام يا حلوين؟ يعني مش نفس المحتوى، بس احيانا الحاجه هنا باخدها واديها هناك، عشان بس تبقوا فاهمين. المهم كده خدت كوبايه من اللبن، دي لبن على ميه، وجبت كمان ربع كوبايه ميه وحطهم جنبي، حطهم لما احتاج. هنبدا بقى نعمل ايه، هنبدا نحط البيكنج باودر على المواد السائله. وعلى فكره لما بتحطي البيكنج باودر على المواد السائله الكيكه بتطلع احلى ما تحطيها مع الدقيق، لان البيكنج باودر بيتوزع في كل المقادير. حطيت كيس ونص. كل كوبايه دقيق بتاخد معلقه، بتاخد كيس كل كوبايتين دي بياخدوا كيس بيكنج باودر. انا حاطه 3 فحطيت كيس ونص، اللي هو كل معلقه بيكنج باودر صغيره مليانه بتاخد كوبايه دقيق. لخبطتكم صح؟ المهم حطيت، هقول لكم المقادير تاني. 3 كوبايات من الدقيق، بتشيلي معلقتين وتحطي معلقتين نشا، وبعد كده بتحطي رشه من الملح، بتجيبي 3 بيضات، تحطي عليهم كوبايه وربع من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه وربع من اللبن، تحطي فانيليا وتحطي خل، ما تحطيش حاجه تانية. بعد كده بتنخلي الدقيق بتحطيه على مرتين، وانت بتقلبي كله في اتجاه واحد. الواد بص بقى في الفتره دي شفتوا الثبات الانفعالي ده بقى. يوسف كان مشي راح يحلق الحمد لله. انا غلطانه غلطانه اني بقول له تعالى يا يوسف ساعدني وصورني، سهل عليا ان انا بروح وارجع اروح وارجع للكاميرا. يعني ممكن الحاجه اللي اعملها في نص ساعه بعملها في ساعه بسبب التصوير. بزود بقى شويه ميه كده بحبه بحبه لغايه في اتجاه واحد، ما تقلبيش في الاتجاهين، وكله بالمضرب اليدوي. عايز تعمليه في الخلاط اعملي، عايزه اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. تمام تمام. هجيب بقى صينيه، الصينيه ديت اصغر صينيه في الثلاث صواني، تقريبا 28 26 حاجه زي كده، مش مكتوب عليها. هما 3 صواني كده كنت جايباهم زمان، كنت جايبه 6 صواني ب 40 جنيه وانا بتجوز. انا متجوزه من عصر الهكسوس من زمان قوي.
المهم حطيت كده الكيكه، وطبعا مبطنه الصينيه بدقيق من الجناب وبزيت من الجناب ودقيق من تحت، ما برشش الدقيق في الجناب عشان الكيكه لما تيجي تتحط في الفرن ترتفع لفوق. تمام تمام. سيلم طبعا بيضربني، بصيت له اما ايه، اما ماسك، ما بيضربنيش، بيضرب ابوه بس بيضربنيش انا. اقول له تضرب ماما يقوم معيط ويقوم بيسني. المهم بقى كنت متبله فرخه النهارده. الفيديو يا جماعه اعتبروني واقفه معاكم في المطبخ، مش بعلمكم، انا واقفه معاكم بنريح بعض. انا كنت بسجل فيديو بصوتي، بس في ناس بتحب كده وناس بتحب كده، مش كل الفيديوهات بعملها شبه بعض. متبلها بملح وفلفل اسود وكمون وحبهان وطماطمايه وبصلايه، وسايباها كده تقريبا نص ساعه تبقى طعمها احلى. وسخنت حله قوي وطشيت فيها الفراخ، ودي احلى طريقه انا معتمداها، واللي متابعني عارف ان مش بغير الطريقه. ما بحبش املى الحله ميه وارمي فيها الفرخه، بحس ان الشوربه مش طعمها مش حلو وصيصه. انما كده بنزل الدهون كلها من الفراخ. انما البط والوز والحمام والفراخ البلدي بملى حله الميه واسلق فيها الفرخه. يعني الفراخ البيضه، الحاجات البيضه عكس الحاجات البلدي. بقول لكم دي بقى شكاره الشعريه اللي كنا جايبينها مع بعض في قبل مشتريات رمضان. فاكرين مشتريات رمضان؟ ديت وده قالب شوكولاته كنت جايباه معاكم برضو ب 380 جنيه، سما بالحليب لونها فاتح. المهم دلوقتي دي الشعريه عشان اقول لكم ان المكرونه خلصت من عندي، وان شاء الله قريب اجيب كرتونه مكرونه. بس ظروف جوزي ما تسمحش، لما ظروفه بتسمح بيقول لي يلا تعالي نجيب، فاهميني؟ عشان الدروس والمدارس، معايا ثانويه وعامه ومعايا ابتدائي ومعايا جامعه، يعني ربنا يعيننا جميعا يا رب ويبعد عنا اولاد الحرام. المهم مسكت الرز، شوحت شويه شعريه، عيالي بيحبوا الرز بالشعريه. زمان ما كنتش بعمله كتير، بس دلوقتي العيال بيحبوه. دلوقتي غليت كاتل كده كبيره ميه، وهبدا انزل بيها على الفراخ، بكده تضمني ان الفراخ بتاعتك ما فيهاش زفاره ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم الكاتل باظت، عايزه زرار، ده تالت زرار يتركب لها. بصوا هي اصيله والله العظيم، اصيله ما شفت اصل منها، بس الزرار بيبوظ كتير، فهي اصيله بس بنت ناس محترمين ما بتسمعش الكلام. فزرار بيبوظ. المهم دلوقتي مسكت برضو الخرشوف بقى. الفيديو ده متصور بقاله فترة على فكرة، بس مش عارفة والله يا جماعة انا في ايه، انا واخدة عين ولا في ايه بالظبط. تلاقوني اصور الفيديو واكسل انزله، اكسل اجمعه، اكسل اقعد امنتجه، لانه بياخد مني 3 4 ساعات، يمكن 5 قسما بالله، عشان تشوفوا فيديو زي ده ربع ساعة بيبقى اصلا ممكن متصور في ساعتين، ساعة ونص. فاعذروني، ان شاء الله كده هبدأ ان انا اصور معاكم باذن الله. ادعوا لي بس ربنا يبعد عني اي حد، واللي بيكيد لحاجه يشوفها في نفسه، اللهم امين. اللي بيكيد لحد اي حاجه يشوفها في نفسه، ويدينا على قد نيته وضميري. المهم دي ميه في طبق وعليها ليمون، ميه في طبق عليها ايه، ليمون، لازم الليمون. انا اول مره اعمل خرشوف في حياتي، فاول واحده فتحتها لقيتها فاضيه ما فيهاش خرشوف، فيها حاجه كده عامله زي عارفين فروه السجاد، حاجه كده عامله زي فروه السجاد. تحس ان الخرشوف من جوه ليه دقن، ما حلقهاش، عايز كده يتحط له، يتعمل له ماسكات كده، ومليان شعر من جوه. المهم على ما قطعت الخرشوف وعملت الغدا، كانت الكيكه استوت. كل ده في ساعة ما شاء الله، يعني أنا خلصت كله. لما بتحضري المقادير بتخلصي كل حاجة على طول. أنا بختبرها بقى بعصاية شيش طاووق كده، أو بخلة سنان، أو بسكينة. ما شاء الله شايفين؟ أهم حاجة في تسوية الكيك يا جماعة الفرن. درجة حرارة الفرن لازم تكون 180. طب فرني بارد بارد وما ما عندوش دم زي بتاع رشا كده، بتاع رشروشة، أعمل إيه؟ عليه على اعلى درجه حراره. طب فرن بيلسع الكيكه، اعمل ايه؟ حط صينيتين في بعض، يعني انا عندي الصينيه الصغيره ديت كنت حطيها في صينيه كمان. على ما الحراره تيجي توصل للكيكه مش هتلسعها، هتسويها من غير ما تلسعها. ودي كلها حاجات خدتها عن تجارب، لان انا اصلا كنت فاشله في الكيك. اول كيك عملته في حياتي قسما بالله اول ما اتجوزت. اول ما اتجوزت عملت كيكه، جوزي بقى داخل متحمس وبيقول لي اعملي كوبايه شاي، فين الكيكه؟ وعمال يدور في فرن البوتاجاز ويفتح في المطبخ. والله رميتها للفراخ. يقول لي لا في كيك، فين الكيك؟ اقول له والله العظيم ما بهزر، انا عملت صينيه طلعت مبلطه، رميتها في العجين ورميتها للفراخ. يا لهوي ده انا اتفضحت، الناس كلها عرفت، مش هو اللي فضحني والله، ربنا يسامح اللي فضحني، مش مسامحاه. فضحوني والله، فضحوني يا جماعه، وكنت بشيط الكنافه يعني كنت ببهدل الدنيا. العالم مش ببلاش، ده انا ياما 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 رميت عجين بيتي فور في الزباله، لو جوزي كان يعرف كان قال لي روحي، مش عايز يشوف وشك. العالم مش ببلاش، الحمد لله اتعلمت بالمجهود الذاتي، لان امي اصلا ما كانتش بتعرف تطبخ، يعني انا مش فاكره طعم اكل امي اصلا، لان انا اللي كنت بطبخ برضه. فعشان كده انا متجوزه من 20 سنه، فاخواتي كانوا صغيرين، فانا اللي كنت بعمل كل حاجه. المهم يا جماعه ما علينا من صينيه الكيكه، انا فضحت نفسي مش مشكله، كده مصر والعالم العربي والاوروبي وكل الناس عرفت. قشرت كده الخرشوف.
طبعا انا ما حبيتوش، عشان كده مش بوصف لكم الطريقه بالظبط، في ناس بتحبه وفي ناس لا، انا ما عجبنيش. انا عندي اول البطاطسايه واحشيها لحمه مفرومه هاكلها، انما خرشوف مع انه مغذي بيقول لك وبيملى المعده عشان خاطر بيعمل يتاكل في الدايت وكده، وعجب جوزي وملك، ما عجبناش كلنا ما عدا ملك ومحمود وما اللي كلوه. المهم بقى دلوقتي كنت اول ما قمت كده كان عندي كيس ملوخيه. والله الملوخيه دي كنا شحتينها، اقسم بالله كنا ماشيين في سوق العبور كده، نسال الراجل الملوخيه قال لازم تاخدي 10 كيلو. فقام لقيته مدينا واحده وقال والله ما هاخد فلوسها، يعني بصوا احنا مرزقين. الناس بتحبنا. الحمد لله، راجل اصلا وشه بشوش كده وربنا يبارك له يا رب. المهم فرمت بعين الملوخيه بورقها، ان شاء الله هنفرزها مع بعض قريب، وما فرزتش ورق العنب للناس اللي بتسال لسه، والله العظيم ما جبته. الامتحانات يا جماعه مقعداني في البيت، بكره ان شاء الله. انا المفروض الفيديو ده يتعمل لكم ليله اخر الامتحان، يعني انا بسجل فيديوهين مع بعض ليله اخر امتحان، فيديو ينزل لكم بكره وفيديو ينزل لكم بعد بكره ان شاء الله. ففرمت الملوخيه في الكبه. بتفرميها كانك مخرطاها بالمخرطه، ما تنعمهاش قوي عشان ما تبقاش خبيزه، ما تخليهاش خشنه عشان ما تسقطش منك. شايفين القوام عامل ازاي؟ فيها مطه جميله. وعايزه اقول لك بقى تركايه مرقه الدجاج دي، مع اني انا مش من عشاق مرقه الدجاج ولا بحبها، بس لما بنيجي ناكل في المطاعم عيالي بيحبوا الملوخيه بتاعه المطعم، فانا بقعد بقى يعني اختكم بتحب انها ايه تفلي الحاجه وهي بتاكلها، تفليها كده عشان لما اجي اعملها العيال يقولوا الله يما ده نفس بتاعت بره. ففي اخر الطاجن بتاع الملوخيه لقيت طعم مرق الدجاج، فلما بحط لهم مرق الدجاج دلوقتي بيحبوها قوي، فالملوخيه بتتنسف. بس هي بجد والله من غير مرق الدجاج جميله، بس انا بما ان هما بيحبوا حاجه المطاعم، انا فين وفين كل ما بعمل ملوخيه، يعني انا عملتها مرتين السنه دي، يعني لسه ما عملتهاش كتير. المهم معايا طبق شوربه، حط معلقه صلصه، وحطيت فصين من التوم في الطبق دوت، ومعايا لحمه مفرومه، والله زعلانه على اللحمه المفرومه دي قوي، لان انا ما اكلتش خرشوف. كنت عملت بقى صينيه جلاش، كان في اكرم لي والله، دي لحمه بلدي ب 400 جنيه ولا ما اعرفش كانت بكام، مش فاكره اخر مره جبت اللحمه، لسه هنجيب لحمه العيد ان شاء الله. المهم بقى مسكت كده الخرشوف، بعد ما اتسلق بتغزيه بالسكينه تطلع بسهوله كده استوى. وحشيته كده باللحمه المفرومه كله. خدتهم كلهم، وبعد كده هحط له شوربه، كوبايه شوربه، عليهم معلقه كده من الصلصه، وعليهم فصين ثلاثه من الثوم، وبس ما تحطيش حاجه تانية، وظبطي الملح وقومي رشاها على الخرشوف، وهنشوفها تستوي ازاي حالا معانا. بصراحه ما عجبنيش، في ناس بتحبه وناس لا، في ناس ما جربتوش. هو مش طعم البطاطس، هو طعم كده عارفين، طعم عروق الكرنب المستويه قوي، حاجه زي كده يعني، حاساه كده، حسيته ان هو طعم عروق الكرنب المستويه قوي. فما عجبنيش. انا عندي ان انا اعمل صينيه بطاطس كده مقوره، اقورها واحط فيها، وبتتعمل بنفس الطريقه. يعني بتمسكي، انا بعمل بطاطس ني في ني، ما بحمرهاش، يعني بقور البطاطس وبعملها من غير ما احمرها. علشان خاطر هما بيحمروها عشان خاطر ما تتكسرش منهم، بس انا ما بتفرقش معايا تتكسر ولا لا، المهم تبقى شاربه كده من طعم اللحمه وطعم الشوربه، وتبقى طعمها حلو. هغطيها بقى بورق الفويل، وعايز تحطيها في الفرن حطيها، عايز تحطيها على عين البوتاجاز حطيها، وانا هحطها على عين البوتاجاز على ما بتستوي. هتديها غلوه كده على عين البوتاجاز، وهدي عليها النار لغايه ما تشرب كل الطماطم والشوربه اللي انا حطيتها على صلصه الطماطم والشوربه. المهم بقى دلوقتي بطش طشه كده بتومه بكزبره ناشفه، بمعلقه كده من السمنه البلدي، وشويه، دي مكان تحمير الفرخه، الطاسه دي مكان تحمير الفرخه، يعني انا بحط شويه زيت احمر بيهم الفرخه، وبعمل بيهم طشه الملوخيه. ما بطشش الملوخيه الا بعد ما احمر الفرخه اللي انا بعملها. والله جوزي عايز يجيب بطه، بس قلت له البطيه بتعدي ال 700 800 جنيه، قال لي مش مشكله، قلت له حرام حرام. انا عمري ما اشتريت بط، انا طول عمري بربيه، بس ما نشوف هنجيب له بطه ولا ايه. المهم بقى مسكت كده انا على فكره من الستات اللي انا لا انا مبذره ولا انا مدبره قوي جلده، يعني انا احب الحاجه نمشي اليوم، طالما عارفين ان ورانا ظروف نمشي اليوم. ما احبش اعمل يعني اشيل جوزي فوق طاقته. زمان كنا ممكن نقعد والله العظيم وحصل، كان ممكن جوزي حد يجي يساله ايه انت اكلت ايه النهارده، اقسم بالله كنا بنبقى عاملين مثلا شويه بطاطس كده بالميه وشويه رز، وما بقاش فيهم لحمه ولا بقى، انا ممكن كنت اقعد بالسنه ما ادخلش اللحمه بيتي زمان والله العظيم، عشان الناس اللي بتتفرج كده تعرف احنا بنسعى، عاملين زي النمله اللي بتلم حبه سكر. كنا ممكن، انا مره الفرخه كانت قعدت عندنا فتره طويله ما تخشش البيت، كنا بناكل الاكل، كان حمايه الله يرحمه كان بيجيب الرز وسامح لنا ناخد رز، وكان بيدفع لنا الكهرباء وبيدفع لنا التليفون، والله العظيم لغايه لما بابا كان ممكن يملاها. الله يرحمه، بعد ما مات كل الخير راح. فكنا ماشيين على قدنا قوي، كنا بناخد 200 جنيه بس كده قبض،
في الشهر، 100 داخلين بهم جمعيه، وال100 التانيه بناكل بيهم طول الشهر انا ومحمود ويوسف. انتوا متخيلين؟ من 20 سنه. اللي بيحمد ربنا. المطبخ ده ما كانش عندي على فكره ولا الاحمر، انا كان عندي حتتين مطبخ خشب زي بتوع ستي كده، والبوتاجاز والمطبخ والدنيا فاضيه. فالحمد لله بسعى، وطول ما بسعى وانت كمان طول ما بتسعي هتحققي املك. ما تبصيش لحد وتقولي يا لو عندي زيه. اسعي واشتغلي وربنا هيرضيكي، والله العظيم ربنا هيرضيكي. اللي بيبص للناس على فكره ما بيشتغلش، بتهون عليه عيشته، ما بيرضاش. اسيبكم في رعايه الله، سلام.